ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. بحكم الجوار وبحكم الإسلام وبما سمعناه من نداءات منطلقة من قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، تابعنا جميعا ما حدث في أثيوبيا في الأسبوع الماضي من هدم للمساجد وقتل للأبرياء. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المساجد في الإسلام خطها أحمر، من يتعدى عليها أو يتناولها بالسوء فإنه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه. وهي دور العبادة، وهي دور التعليم، وهي رمز للإسلام والمسلمين، بدءا بالمسجد الحرام ومرورا بالمسجد النبوي الشريف وكذلك بيت المقدس. وهل مشكلتنا مع إسرائيل بعد قتل الأبرياء إلا مشكلة المسجد الأقصى؟ فكيف بنا أن نرى مثل دولة عظيمة كأثيوبيا أن يحصل فيها هذا من الهدم ومن الاعتداء الغير مشروع؟ حول هذا الموضوع المهم أستضيف في هذا البرنامج الشيخين الجليلين الدكتور عبد الله خضر، المحاضر والأستاذ بجامعة مرمرة بإسكودار، والدكتور حسن سلمان الداعية المعروف. فأهلا وسهلا بالشيخين الجليلين. حياكم الله. أبدأ بك دكتور عبد الله خضر، أرحب بكم ثم نبدأ. ما الذي يحدث في منطقة شقر في أثيوبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا بد أن نستعرض ولو بحديث مقتضب عن الوضع السياسي والتجاذبات الفكرية التي كانت في الساحة الإريترية. نعم، قد تحدثنا عنها في حديثنا السابق، ولكن كما قلت لك في اللقاء السابق أن الشيوعيين في الثورة الإريترية تمكنوا منها كامل التمكن، وأمسكوا بزمامها ووجهوها نحو وجهتهم الفكرية وعلاقاتهم الدولية، بما ذلك الاتحاد السوفيتي وإلى غير ذلك. من هؤلاء؟ من هم؟ هؤلاء الشيوعيون الذين صحيح، وهم بالمناسبة لا يحبون أن يسمون أو أن يعرفوا بالشيوعيين، ولكنني أنا أعرفهم بهذا المصطلح لأنهم ماركسيون وأحاطوا بالثورة كامل الإحاطة وفرضوا أفكارهم فيها واستفزوا
المسلمين أو الاتجاه الإسلامي، لدرجة أن أحد الإخوة المناضلين الذين اعتقلوا اتهم بأنه حضر مؤتمر القرآن، وهو لم يحضر شيء اسمه مؤتمر القرآن، ولكنهم رأوا فيه أنه يصلي وأنه. ثم لما اعتقلوه، وهو حكى لي ذلك بلسانه، هو الأخ عبد إدريس رحمة الله عليه، قال لي اعترف، قال لي أنهم قالوا له في التحقيق اعترف أنك عضو في منظمة مؤتمر القرآن. فقال لهم أنا لا علاقة لي بمؤتمر القرآن ولا منظمة مؤتمر القرآن، أنا معكم هنا في الميدان ولم أحضر. ماذا يقصدون بمؤتمر منظمة القرآن؟ هل يقصدون مؤتمر الإسلامي؟ لا، هم تخيلوا هنالك منظمة إسلامية اسمها منظمة مؤتمر القرآن، وهذا الرجل عضو فيها. اسم جميل صراحة. اسم جميل. وقالوا له لقد وجد في حقيبتك ما يثبت أنك حضرت هذا المؤتمر وأنت عضو في هذه المنظمة، وهذه الوثيقة التي وجدت في حقيبتك هي دليل التعارف بينكم، فكل فرد منكم يحمل هذه الوثيقة ليدل أنه عضو في هذه المنظمة إذا ما قابل صاحبه أو شخصا آخر يشاركه الفكرة. ما هي هذه الوثيقة التي وجدت في حقيبتك؟ قالوا وجد في حقيبتك القرآن الكريم، والقرآن هذا تضعونه في حقيبتكم دليلا على أنكم أعضاء في منظمة مؤتمر القرآن. الله المستعان. وعذب بهذه التهمة. عجيب. حقق معه وعذب بهذه التهمة. أعوذ بالله. وأيضا أخ آخر اسمه عثمان إزاز، مناضل، كتب كتابا عن هذه الفترة، عن تاريخ جبهة تحرير إريتريا، وذكر ما حدث له هو نفسه، وأنه اتهم بالاشتراك في منظمة القرآن، منظمة مؤتمر القرآن. وهؤلاء الإخوة مناضلين هم اعتقلوا في أي جبهة؟ في جبهة تحرير إريتريا. نعم. أما الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا فلا يوجد فيها أصلا من يصلي أو يصوم أو ينضبط بالقيم الإسلامية مع الأسف. وكأنها صممت لأن تكون لنوع معين من المناضلين الذين لا صلة لهم بدين ولا عقيدة ولا أخلاق قرآنية، حتى لا أقول الأخلاق الإسلامية أو حتى الأخلاق المسيحية، فسيطروا عليها كامل السيطرة، وبدأوا يهجمون على البيوت وعلى الأحياء وعلى القرى، ويأخذون الفتيات والفتيان عنوة للتجنيد بحجة متطلبات النظام. وهذا استفز المسلمين وبالذات في مناطق بركة، وحدثت تصادمات بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وجزء من الشعب الإريتري في بركة، وفي المرتفعات أيضا حدثت بينهم تصادمات استنكارا لما يحدث من أخذ فتياتهم عنوة من بين أيديهم. فتكونت مناصرة، عندما حصل تصادم تكونت مناصرة لهذا الشعب، هيئة اسمها اللجنة الشعبية للدفاع عن المستضعفين. جميل.
من قياداتها كان شخص اسمه آدم مجاوراي، وآخرون من زملائه. جميل. أيضا عندما دخل جبهة تحرير إريتريا عام 81 أفرجت عن هؤلاء الإسلاميين الذين كانوا معتقلين. عام كم؟ 81 عندما دخلت السودان من هي؟ جبهة تحرير إريتريا، ايه. أفرجت عن هؤلاء المعتقلين من الإسلاميين، وكان منهم الشيخ محمد إسماعيل عبدو، وكان منهم الشيخ الأخ حامد تركي رحمة الله عليهم جميعا، ودخلوا السودان. هؤلاء الإخوة الذين دخلوا السودان من الإسلاميين كونوا منظمة اسمها منظمة الرواد المسلمين. فأصبحت لدينا الآن نعم اللجنة الشعبية للدفاع عن المستضعفين، نعم، وأصبحت لدينا منظمة الرواد المسلمين. ومنظمة الرواد المسلمين طبعا سبقت في التأسيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المستضعفين. جميل. وأيضا في الفترة التي تأسست فيها منظمة الرواد المسلمين كانت فيها الجبهة الإسلامية الإريترية. هذا متى؟ هذا كان في الفترة الثمانينات، هذا كله الجبهة الإسلامية الإريترية. وهذه من قياداتها كان عمر حاج إدريس وآدم مجاوراي. وهذه الجبهة الإسلامية كان أغلب رجال، يعني آدم مجاوراي كان في اللجنة الشعبية وكان في الجبهة الإسلامية. أيوة. بعدين اللجنة الشعبية هذه حتتبع الجبهة الإسلامية. جميل. لكن سنأتي إليه. الجبهة الإسلامية كانت في جلها وفي منحاها ووجهتها تتكون من السلفيين الذين كانوا ذوي من المدرسة السلفية يعني. جميل. الرواد المسلمون طبعا سبقتهم حاجة اسمها الحركة الإسلامية الإريترية. هذه منظمة رابعة. أيوة، الحركة الإسلامية الإريترية هي حركة الإخوان المسلمين. جميل. وحركة الإخوان المسلمين كانت موجودة قبل ظهور الرواد المسلمين يعني. جميل. ثم حدث اتحاد بين الرواد المسلمين والحركة الإسلامية الإريترية، أصبحوا يدا واحدة. ثم اتحدوا. اتحدوا. عام كم كان هذا؟ هذا كان في الثمانينات. جميل. وأصبحوا يدا واحدة وشكلوا تنظيما واحدا. جميل. وكان يجري حوار بين الرواد المسلمين والجبهة الإسلامية لتحرير إريتريا، كان يجري بينهما حوار لتشكيل كيان إسلامي واحد. جميل. إذن عندنا الآن اتجاهان رئيسيان: الرواد المسلمون مع الحركة الإسلامية، مع الحركة الإسلامية، الجبهة الإسلامية والجبهة الشعبية واللجنة الشعبية. الآن اللجنة الشعبية تتبع الجبهة الإسلامية. جميل. وصار معنا الآن الذين اتحدوا بين منظمة الرواد وبين الحركة الإسلامية، وبدأوا يتواصلون مع الجبهة الإسلامية ليكونوا يعني تشكيل كيان إسلامي جديد. أيوة. كان بينهما حوار. جميل. أثناء هذا الحوار حدثت تطورات. طبعا هذا في
خارج الإطار الطلابي الآن هذه كلها. في الإطار الطلابي كان الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا. يعني هذا كله خارج الإطار الطلابي. جميل. في الإطار الطلابي كان الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا. وكان وين كان هذا كله؟ كان في السودان وفي السعودية وفي الكويت وفي دول الخليج، يعني من الطلاب الذين يدرسون في هذه المناطق. وكان أيضا اتحاد الطلاب والشباب الإريتري. الشباب الإريتري. أي هذا في الإطار الطلابي. جميل. منظمتان. إحداهما تؤخون أخونة السلفيين وسلفنة الإخوان، وهي الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا. يعني جمع بين خصائص الإخوان المسلمين وبين خصائص الإخوان السلفيين. كما كل من ربط الإسلام بالسياسة فهو إخواني. فهم بربطهم للعمل الإسلامي بالسياسة أصبحوا إخوان، وبإدخال وبحملهم العقيدة السلفية التي تربوا عليها أصبحوا سلفيين، سلفنوا الإخوان. يعني أصبحوا إخوان سلفيين إخوان، سميهم كده يعني ما أعرف. جميل. وحسن البنا يقول هي لما عرف دعوته قال هي حقيقة صوفية ودعوة سلفية. فإذا هم جمعوا هذا. اتحاد الطلاب والشباب الإريتري هو اتحاد طلاب شباب الإريتري يتبع للإخوان. فهو امتداد، فهو ذو صلة مع الرواد المسلمين. جميل. بينما الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا كان مستقلا، لا علاقة له بالجبهة الإسلامية الإريترية. جميل. كانت هكذا هذه الكيانات موجودة. نعم، واضح الآن. هذه أرضية جميلة لحركة الجهاد. ظهرت طبعا الجبهة الشعبية للاتحاد الإريتري طرحت شيء اسمه القوميات. قسمت الشعب الإريتري إلى 9 قوميات. نعم. من هذه القوميات طبعا قومية الساهو. جميل. وحصلت مشكلة بين الساهو والعساورتة. من هو الأصل؟ العساورتة يقولون أن الساهو لغة وليست هي كيان قومي. نعم. والعساورتة هم الأصل. فحصل نوع من احتكاك، وكادت أو تأزمت العلاقة، وحصلت مشكلة في مناطق اللاجئين. فأسس الدعاة هناك بقيادة الأخ عرفة أحمد محمد منظمة اسمها منظمة الوفاق الإسلامي. الشيخ عرفة منهم؟ هو اللي كان يقود منظمة الوفاق الإسلامي. هذه المنظمة تريد أن تقول للناس طبعا نترحم على الشيخ عرفة رحمة الله عليه رحمة واسعة وادخله في فسيح جناته. آمين آمين. ونحيي من هنا أهله وذويه. ونقول لهم رحم الله الشيخ. رحمة الله عليه وربنا يتقبل منه، وهو أول قيادي لحركة الجهاد الإسلامي، أول أمير لها، قاد حركة الجهاد الإسلامي الإريتري. هو قاد منظمة الوفاق الإسلامي. منظمة الوفاق الإسلامي تريد أن تقول للمسلمين هذه نعرات جاهلية، ألف الله بين قلوبكم بالإسلام، أجمعتم على أن تكون اللغة العربية هي لغتكم، فلا تتعصبوا للغات
انتماءات قبلية أو جهوية، وكونوا عباد الله إخوانا، وأن ما ألقي في ساحتكم من نعرات القوميات إنما أريد به تمزيق وحدتكم. وبدأت تتحرك هذه المنظمة في مناطق اللاجئين وأوساط الإريتريين تعظهم بهذه اللغة. فأصبحت لدينا الآن أيضا منظمة الوفاق الإسلامي. منظمة الوفاق الإسلامي، اللجنة الشعبية للدفاع عن المستضعفين، الرواد المسلمين، الجبهة الإسلامية لتحرير إريتريا، هذا في إطار الساحة السياسية في معسكرات اللاجئين وفي مدن السودان وإلى غير ذلك. وفي الإطار الطلابي أصبح لدينا الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا، اتحاد الطلاب والشباب الإريتري. جميل. أثناء هذه الإشكاليات وهذا التفاعل السياسي والفكري حدثت طفرة. هذه الطفرة هي تداعى الإسلاميون إلى أن يكونوا منظمة واحدة تضم الشتات كلها. جميل. وتكون ممثلة للوجهة الإسلامية وتقود المسلمين. جميل. فعقد مؤتمر في مناطق اللاجئين سنة 89 فيما أذكر والله أعلم، ودعي إليه أصدقاء الثورة الإريترية من الإسلاميين، ومن هذا المؤتمر انبثقت حركة الجهاد الإسلامي الإريتري سنة 1989. واختارت مجلس الشورى من المؤتمر. جميل. طبعا لابد أن أذكر هنا أيضا حتى لا أتجاوز أنه قد حضر هذا المؤتمر رجال من أنصار السنة. جميل. بصفتهم أفراد لا يمثلون الجماعة ككيان. سودانيين ولا إريتريين؟ إريتريين. جميل. وحضروا المؤتمر وشاركوا فيه. ضيوف أو مراقبين؟ لا، أصبحوا أعضاء في الحركة. يعني. منه إبراهيم سعيد مالك كان يمثل أنصار السنة وقتها. نحيي الشيخ إبراهيم مالك أبو ياسين من هذا المكان. سلام الله المقام. عليكم ورحمته وبركاته. شيخ إبراهيم حياك الله. هنا. حياه الله، ونحييه من هذا المقام وكل الإخوة الأفاضل في السودان يعني. وتكونت حركة الجهاد الإسلامي واختير مجلس الشورى. جميل. ومجلس الشورى حضرته أنت يا شيخ؟ أنا لم أحضر بالمؤتمر، ولكنني اخترت فيه غيابيا عضوا في مجلس الشورى. جميل. كنت عضوا في مجلس الشورى. وتكون أمانة الحركة واختير أميرها، وهو عرف أحمد محمد أمير حركة الجهاد. كم كان عددكم؟ مجلس الشورى كم كان عدده؟ ما أذكر الآن. أظن 25 تقريبا، أنا لا أذكر الآن يعني. وأنت عضو فيه؟ وأنا عضو فيه. واخترتم أميرا الحركة من؟ الشيخ عرفة أحمد محمد. الشيخ عرفة ورحمة الله عليه رحمه الله. وبويع من الجميع ليقود الحركة. بويع من الجميع، سلفيين وإخوان. جميل.
واتفق الجميع على أن يكون المنهج الذي يقود هذه الحركة هو منهج أهل السنة والجماعة معروف يعني. وأن كلهم معظمهم خريجي الجامعة الإسلامية والدارسين للشريعة الإسلامية، ولا منهج أهل السنة والجماعة بمفهوم السلف الصالح. يعني أضافوا هذه النقطة يعني. كانوا يقولون هكذا. أيوة، أضافوا بمفهوم السلف الصالح يعني، وهذه مشكلة كبيرة ممكن بعدين نناقشها. سببت مشكلة كبيرة جدا يعني، لأنه تحتاج إلى حوار. ما معنى مفهوم السلف الصالح؟ هذه أيضا قضية تحتاج إلى بحث يعني. المهم تكونت حركة الجهاد الإسلامي. تمام. وانطلقت في عملها، ودخل المجاهدون الساحة القتالية ليواجهوا الاستعمار الإثيوبي، ولكنهم اصطدموا بالجبهة الشعبية. دخل المجاهدون الساحة القتالية ليواجهوا الاستعمار الإثيوبي أو ليواجهوا ظلم الجبهة الشعبية؟ لا، ليواجهوا الاستعمار. هذا هو الخطأ اللي الناس اللي فهمته. حركة الجهاد الإسلامي الإريتري لم تتأسس لتقاتل الجبهة الشعبية، ولكن تأسست لتحمي قيم الإسلام من أي عدوان آخر. هذه معلومات جديدة الآن. لكن الناس فهموا أن هي قامت من أجل أن تقاتل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وأنا واحد منهم. أيوة، وهذا الفهم والفهم شاع. أنا واحد منهم. نعم، أيوة. ولكن الحركة قامت من أجل أن تسهم في استقلال إريتريا، وأن تشارك في بناء إريتريا كقوة سياسية بعد زوال الاستعمار في كيان إسلامي يمثل الطرح الإسلامي ويتطور في هذا المنحى. لكن كما قلت لك أن اليسار الماركسي الشيوعيون أو الشيوعيين كما أسميهم ما كانوا يرون أن يشاركهم في هذه الساحة أحد، ولهذا كانوا يتعاملون بالعنف لمن يسهم، ويتعللون في هذا بعلة الوحدة الوطنية، وأن الانطلاق من القيم الدينية يشكل خطر على الوحدة الوطنية، وهؤلاء سيفككون المجتمع وسيقسمونه، ونحن ضمان وحدته. ومن هذا المنطلق أصبحوا يتعاملون بالعنف. فلما دخلت القوى الجهادية في داخل إريتريا، وكانت الجبهة الشعبية قد تخلصت من جبهة تحرير إريتريا، فلا تريد أن يكون الآن أن تنشأ قوة تتحداها، فقررت تسفيتها، قررت ضربها. وهنا حصل التصادم ما بين الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي الإريتري. من أجل حركة الجهاد الإسلامي تريد أن تثبت وجودها، وهؤلاء يريدون أن يحتكروا الساحة السياسية لوحده. فحصل اصطدام، ووقتها كان العالم منقسما إلى معسكر شيوعي ومعسكر رأسمالي، ولهذا الدول التي حولنا كانت تتحالف مع المجاهدين في أفغانستان وكذا، فأعطتنا أيضا مجال لأن يكون لنا وجود، لأنهم كانوا يحتاجون إلى من يواجه اليسار الماركسي، من يواجه الاتجاه الشيوعي في المنطقة، ووجدوا في بغيتهم هذه في الإسلاميين في كل مكان، سواء كان في أفغانستان أو في مصر أو في السودان، ومن هؤلاء الإسلاميون الإريتريون يعني. فأصبح لنا وجود في بعض دول الخليج ومكاتب رسمية،
ونتحرك ونلتقي بجماهيرنا ونعبئ في الاتجاه الإسلامي الذي نحن نسير عليه، حتى حل عام 91 بعد أن انهزم السوفيت في أفغانستان وخرجوا منها مقهورين، وجاء غورباتشوف وأنهى النظام الشيوعي العالمي، انتهى الاتحاد السوفيتي جميل. وتفكك. فأصبح العالم يتجه نحو أحادية القطب، أصبح قطبا واحدا، الرأسمالية. وما عاد الإسلاميون يلعبون دورا الآن، بل تحولوا إلى إرهابيين وأعداء يعني. أول ما سقط الاتحاد السوفيتي وانتهى، أدى إلى انهيار الأنظمة الماركسية التي كان يدعمها الاتحاد السوفيتي، ومن ذلك نظام منجستو هايلي ماريام سقط. جميل. وهرب منجستو هايلي ماريام، ودخلت قوى المعارضة الإريترية والإثيوبية، الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، دخلا معا أسمرة وأديس أبابا سنة 1991. وتغير الوضع السياسي في المنطقة. طبعا في هذه اللحظة كان السودان محكوما بالإنقاذ، ثورة الإنقاذ بقيادة عمر البشير. يعني. جميل. انتهى نظام منجستو وتغيرت السياسات في هذه الفترة. السودانيون دعوا حركة الجهاد الإسلامي وطلبوا منهم تقديم رؤية لمستقبل العمل الإسلامي في هذه المنطقة. يعني ماذا سيكون موقفهم بالنظر إلى هذه التغيرات والتحولات التي حدثت؟ والإسلاميون قدموا رؤيتهم، وكان للسودانيين رؤية أخرى، إذ خيروا الإسلاميين الإريتريين، حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، بين 3 خيارات. الخيار الأول أن يبقوا لاجئين في السودان. جميل. هي 3 خيارات. الخيار الأول أن يبقوا لاجئين في السودان، يعيشوا كما يعيش غيرهم، لا يتحركون في أي نشاط سياسي. أن يغادروا السودان ويبحثوا عن مكان آخر يلائمهم ويناصرهم إذا ما قرروا أن يستمروا فيما هم عليه زائرون. الخيار الثالث أن يدخلوا ديارهم وبلادهم وفق شروط النظام الحاكم ويعملوا من هناك بالطريقة التي تناسب الحال. 3 خيارات. وهنا حدث نقطة الخلاف بين الحركة الإسلامية والقيادة، الحركة الإسلامية الإريترية، حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، والقيادة السودانية. ولكن صدر القرار وحظروا على حركة الجهاد أن تعمل وصادروا ممتلكاتها. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذا بدوره انعكس على حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، فأحدث فيها نوعا من الربك ونوعا من الظنون، حيث اجتهد بعض الشباب وظنوا أن القيادة التنفيذية تريد أن تنهي العمل الجهادي بالتوافق مع السودانيين، وهذا خلاف ما اتفقنا عليه. وفكروا في هذا وقرروا أن يعملوا انقلابا على القيادة التنفيذية. لكن أعتقد أن هذا كان في المراحل الأخيرة دكتور. طبعا، وأنا الآن في المراحل الأخيرة. يعني حركة الجهاد الإسلامي الإريتري تأسست سنة 89. أيوة. واستمرت في بقائها حتى 91 دخل أيوة موحدة من 89 حوالي سنتين تقريبا. ثم بعد ذلك دخل النظام الإريتري إلى إريتريا والتيغراوي إلى أديس أبابا، واستمرت الحركة بعد ذلك أيضا. أيوة، ولكن المشكلة الآن بدأت من هذه اللحظة من 91 من يوم الجبهة الشعبية والجبهة التحريرية، لأن السودانيين طلبوا من الإريتريين أن يقدموا رؤيتهم، قالوا السودانيين لسنا مستعدين أن نؤوي معارضة للنظام الإريتري، نريد أن نبني علاقات حسنة مع جيراننا، وعليه أنتم أمام ثلاثة خيارات التي حكيتها لك يعني. نعم، لاجئون في السودان أن يغادروا السودان، الدخول في إريتريا. أيوة، هذا القرار أحدث ربك في داخل حركة الجهاد، بين من يقول نمضي إلى ما تعاهدنا عليه، نمضي في جهادنا ولا نبالي بالقرار السوداني، وبين من يرى خلاف ذلك. أنا من الناس حضرت آخر مجلس لمجلس شورى حركة الجهاد الإسلامي في كسلة، وطلبت بإلقاء السلاح والتحول إلى حزب، وقلت أن الحركة قامت لاستقلال إريتريا وطرد العدو الإثيوبي، وقد تقرر استقلال إريتريا ولا داعي بعد ذلك لحمل السلاح. واصطدمت مع بعض أعضاء مجلس الشورى، وقلت لأحدهم عندما احتدم النقاش: حتى متى تقاتل؟ فقال لي: حتى تقام الدولة الإسلامية في إريتريا. فقلت له: إذا مشكلتك أنت ليست مع الجبهة الشعبية، ولكن مشكلتك مع الشعب الإريتري، لأن الشعب الإريتري لا يفقه الدولة الإسلامية ولا يفهمها ولا يعرفها، وأنك تحمله ما لا طاقة له به. هو شعب يريد أن يستقر ويعيش في أمن وسلام، وقد خاض 30 سنة من الحروب، وهو لا يتحمل هذه المهمة الكبيرة. وبعد ذلك المجلس قرر أن تتكون لجنة، وحصل فيتو على وجودي فيها من بعض لأنه قالوا جلال هذا الديمقراطي لا نريده أن يكون فيها. فهذا القرار أحدث نوعا من الربك في داخل الحركة. ولم تكن أنت عضوا في اللجنة. ولم تكن عضوا في اللجنة. نعم، استمر. وحصل ربك في هذا القرار السوداني، وهذا التغير السياسي في إريتريا هز الحركة من الداخل. والحركة من الداخل، هل تستطيع أن تذكر لي أعضاء اللجنة؟ ما أذكر أسماءهم الآن، طبعا أحد طالع،
ممكن أخونا الدكتور حسن سلمان يعرف الأسماء. تمام. ولأن الدكتور حسن سلمان كان من الاتجاه الذي يدعو إلى مواصلة الجهاد، فهو يعرف. فحصل النقاش فاهتزت الحركة، وفي تلك اللحظة كانت الحركة تتهيأ لعقد مؤتمرها الثاني، وكانت لجنة تحضيرية قد تكونت تعد المؤتمر، وتحصل مشكلات سلاح ما عارف صودر، مجموعة وهي تدخل الميدان اخترقت، حصلت اختراقات حصلت نوع من الدربكة، وتبادل الناس الاتهامات، وتطور الأمر إلى أن اتخذ المكتب العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكان يرأسه الأخ أبو سهيل محمد أحمد الشيخ محمد أحمد صالح، قرار الدخول في الميدان. ومن هنالك أصدر بيانه بعزل القيادة التنفيذية، واعتبرت القيادة التنفيذية هذا خروجا وتمردا، وأصدرت بيانا تستنكر هذا الفعل وترد عليه. عام كم كانت هذه الخطوة؟ هذا كله كان في 91 أظن، 91 من بعد في التسعينات. الآن التاريخ مشكلتي هذا التاريخ، الأرقام هذه يعني. وقواعد الحركة ارتبكت في كل مرة. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكونا نحن لجنة إصلاح، ما شاء الله. أبو إبراهيم، ونحييه من هذا المقام، الله يحييه. وإبراهيم هو في كندا. الله الشيخ أحمد محمد إبراهيم أبو إبراهيم. الآن هو في كندا يبدو لي. أيوة في كندا. سلام الله عليكم من قناة سلام. أرجو أن تكون بخير يا أبو إبراهيم. أخونا محمد إبراهيم، وشخصي أنا، وأخونا عبد الفتاح سعد. عبد الفتاح سعد أحييه. أخو عبد الفتاح سعد أبو أيوب. أبو أيوب والآن أبو سامي. دكتور عبد الفتاح. وأبو إبراهيم وأبو إدريس. أبو إدريس نحييهم جميعا من هذا المنبر. نعم. وسعيد صابر. سعيد صابر توفي رحمة الله عليه. أبو صابر رحمه الله. وأخونا الأمين بعدها اختفى هذا الأخ، ما أخباره أنا لا أدري. سمعت أنه في مدني، وهو أيضا كان من الطلاب الذين كانوا في الرياض. وكونا لجنة إصلاح، وأنا كتبت رسالة شخصية مني إلى القيادة التنفيذية أقول لهم إذا كونوا كالحسن بن علي من أجل الجماعة، وهؤلاء الشباب عزلوكم كقيادة بانقلاب، فاقبلوا العزل وسلموا القيادة إلى اللجنة التحضيرية، واللجنة التحضيرية تتولى قيادة حركة الجهاد الإسلامي وتقودنا إلى المؤتمر، لأن بيننا وبين المؤتمر لم يكن مسافة زمنية طويلة. يعني حركة الجهاد الإسلامي لم تعقد مؤتمرين. هو مؤتمر واحد فقط. وكان لمدة كم؟ 5 سنوات أظن. يعني لم تنتهي المدة الأولى أصلا. ودب بيننا خلاف. أيوة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
فيقودوننا إلى المؤتمر، وفي المؤتمر الناس تناقش هذا الحدث، وإذا رأت أن تنفصل سلما. ومن هذا المؤتمر الاتهامات التي وجهت إليكم إن كانت صحيحة وصادقة فالمؤتمر يدينكم، وإن كانت مكذوبة وملفقة فالمؤتمر يبرئكم ويدين الذي اتهمكم بها وتمضي عليه. نعم. ولكن كل هذا ما سمع. المهم حصل نوع من الانفكاك وتبادل الاتهامات وتراشق البيانات، وتشوشت القاعدة، قاعدة حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، ونحن في الخارج توجهنا إلى قواعدنا وقلنا لهم لا تسمعوا الإشاعات، نحن مصادر معلوماتكم، ارجعوا إلينا. وكنا نلتقي مع القاعدة والجماهيرية ونوجهها، ولكن في النهاية انفرط العقد وتناثرت حباته، وانتهى الأمر بهذه الطريقة. وكان الأخ أبو إبراهيم والأخ أبو إدريس في مكتب العلاقات، أنا في مكتب العلاقات الخارجية، وأنا أيضا كنت عضو في مكتب العلاقات الخارجية. أنا كنت مسؤول الإعلام الخارجي، وكنا نصدر نشرة اسمها الإنابة. يعني ماذا كان يضرنا لو حكمنا الإخوان؟ نعم، العقل يقول هكذا، ما لا يدر شيء. العقل ألم يكونوا هم أفضل؟ العقل يقول شيء، ولكن التفكير الضيق الانطوائي دائما لا يفكر بمساحات بعيدة، يضيق هكذا يعني. وأنا قلت لهم ليقودوا الإخوان، ما المانع؟ ولكن إذا جاءت ظنون وهموم طبعا هنالك من ينفث وتأتي معلومات مغلوطة هل كانت الحركة مخترقة؟ غالبا، أو إن لم تكن مغلوطة أنها كانت مهيئة للاختراق، لأنه لم يكن نضج سياسي، ما كانت نضج سياسي يعني. مجموعات لم تمارس السياسة وهم دعاة وتحكمهم الظاهرية، ولم يسبق لهم أن شاركوا في نشاط سياسي يعني. وعلى كل الحدث الذي حدث، وحاول الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجمع بينهم. الله، كان للشيخ دور. أيوة، والتقوا به، ولكن أيضا لم تصل النتيجة. كل يتهم طرف يتهم أن هؤلاء طبعا عندما يجون عند الشيخ ابن باز يتكلم الطرف الثاني يقول هؤلاء ليسوا سلفيين يعني، ويقربون أهل البدع والعلمانية وما أعرف إيه، كلام من هذا النوع حتى يكسب الشيخ ابن باز يعني. فرموا الشيخ عرفة بأنه يقرب العلمانيين، وأيضا حاول المشايخ الآخرين الدكتور سفر. لماذا لم يتنازل الإخوان أيضا كما تفضلتم للخطوة التنفيذية من الشباب؟ أيوة، أقول لك لم يتنازل. أنا طرحت، أنا قلت لهم ما رفضوا وحتى ما ردوا علي. والمهم في جهة قادت هذا الأمر إلى التصادم لأمر ما أنا ما أدري عنه. فشلتم في الصلح. فشلنا في الصلح. لا حول ولا قوة. أنهينا اللجنة، حليناها لجنة الصلح، وقلنا كل واحد، وأصدرنا
توجيها إلى القاعدة الجماهيرية الشعب، قلنا أي واحد يذهب إلى الجهة التي هو يراها مقتنعا بها، وإذا رأى أنه لا يذهب إلى الاثنين فله ذلك الخيار أيضا. أين ذهبت أنت؟ أنا لم أذهب إلى الاثنين. اعتزلت الفتنة. يعني اعتزلنا، احنا قررنا نعتزلها يعني. الله المستعان. ولكن بقيت العلاقات. ماذا كان توجيه الشيخ سفر الحوالي؟ كان متابع لحركة الجهاد. ايوه كان متابعا، وعلى كل حال انا لم اكن لم التقي به بهذا الشأن. واللي التقى به هو ابو ابراهيم وابو ادريس، فما ادري. واظن كانوا يناقشون معه الرصيد المالي الذي معهم كيف يوزعونه، وهم بعدين بطريقتهم الخاصة وزعوه لكل فريق، لأنه كل فريق كان يرى أظن أنه له يعني. الله المستعان. أيوة. الخلاف شر. أيوة الخلاف شر يعني، فوزع الأموال. وعام طبعا الانقسام حدث سنة 93. نعم الآن تذكرت السنوات. سنة 93 لأن أنا عام 94 قلت سلام عليكم وجئت لندن. سافرت إلى لندن. أيوة. طيب سنقف هنا. طبعا بعد ذلك حركة الجهاد الإسلامي بعد الانقسام إلى سلفيين وإخوان، إخوان يمثلون القيادة التنفيذية وسلفيين يمثلون القيادة العسكرية، حدث هذا الشرخ الكبير الذي حدث منه انقسام المسلمين إلى قسمين كبيرين، وبالتالي تحقق فينا قوله تعالى ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبالفعل قوة حركة الجهاد الإسلامي الإريتري انتهت بهذا الانقسام وبهذا الخلاف، وأصبحت يعني لا يؤبه بها مع الأسف الشديد. ثم حصل بعد ذلك انقسام ثم بعد ذلك توالت الانقسامات. توالت الانقسامات، هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور يا الدين محمد صالح، وحياته الدراسية والعلمية والجهادية والعملية في مجال الحركة الإسلامية. أشكره وأشكركم على حسن المتابعة، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل